السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا طبعا بعتذر عن نبرة صوتي متغيرة علشان عندي نازل برد. اسأل الله العفو والعافية لي ولكم. النهاردة ان شاء الله عملت النهاردة فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان قدمتها مع الرز البسمتي الاصفر. تعالوا بينا نشوف مقادير الوصفة ازاي عملتها. هنا عندي بصل، فلفل الوان، وكمان توم. فرمتهم كويس اوي في الميكسر لحد ما يبقوا ناعمين بالشكل ده. وبعدين هنا معايا توابل: بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود، حبهان مطحون، وكمون. هضيفهم معانا مع البصل والفلفل. وهنا دي بشر الليمون، وكمان عصير ليمون. وكمان هضيف معلقتين كبيرة من الكاتشب، ومعلقة صغيرة من المستردة. هنا ده خل. وهنا دي طبعا التوابل دي جميلة جدا، توابل المشويات ماي شيفي حلوة قوي، ولونها جميل وبتدي لون حلو قوي للفراخ. وهنا دي كمان زيت. هقلبهم كويس جدا مع بعض. ريحة الخلطة دي جميلة جدا. هنا دي معانا فراخ شيش طاووق، او ممكن نقول عليها اللي هي وراك فراخ مخلية. غسلتهم كويس جدا في محلول ملح وسكر الاتنين مع بعض، ملح وسكر ومية، ونقعتهم فيه كده لمدة ساعة علشان تنزل الزفارة بتاعة الفراخ كلها. المحلول ده مفيد جدا ومهم جدا انك تعملي الخطوة دي. بتخلي الفراخ كده ريحتها حلوة، وبتطرد يعني بيطرد الزفارة بتاعة الفراخ. هنا هضيفها طبعا للخلطة اللي احنا عاملينها، وهسيبها طبعا قد ساعة او ساعتين كده في التلاجة. هنا حطيتها في الصينية، وبعدين هحطها في الفرن لحد ما يبقى لونها بالشكل ده. وبعدين عشان تديني احساس ان احنا جويناها على الفحم، هنا جبت ورقة فويل حطيت فيها سمنة بلدي، وبعدين حطيت فيها الفحم وهغطيها. بس كده قدمتها مع الرز البسمتي الاصفر. وصفة سهلة وبسيطة، وطعمها بجد خطيرة، وكأننا بناكل في افخم المطاعم. وده الصوص بتاع الفراخ. وبكده وصفتي تكون خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ويا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، والى اللقاء في فيديو جديد.